سمعت جملة بتقول: سبحان مغير مقامات الناس جوه قلوبنا. والحقيقة إن محدش بيقدر يغير مكانته جوه قلب حد غيره هو بنفسه. كل إنسان هو اللي بيرفع قدره، وهو اللي بهدوء بيهدم صورته بنفسه. غريبة قوي القلوب، إزاي شخص بعد ما كان الأمان كله بيبقى مجرد ذكرى بنتجنبها علشان ما نتوجعش، وإزاي ناس كانت غريبة في حياتنا بتبقى وقت الشدة هي السند الحقيقي. كأن ربنا بيبدل الأماكن علشان يورينا الحقيقة، وإن مفيش ضامن للقلوب. وإزاي كان في وقت رسالة من شخص معين كانت كفيلة تغير يوم كامل، وإزاي غيابه لدقايق أو زعله كان بيوجع قلوبنا، ودلوقتي وجوده نفسه بقى عادي، بقى غريب، غريب لدرجة إننا ما بقيناش بنفتكره حتى. يمكن عشان القلوب مش ثابتة، يمكن عشان مفيش فيها ضمان، والمشاعر عمرها ما كانت وعود أبدية، والأيام دايما بتكشف النفوس، والمواقف دايما ليها الكلمة الأخيرة. إحنا ما بننساش حد فجأة، ولا بنتغير من ناحية حد فجأة، إنما الخذلان اللي بيجي منهم هو اللي بيغير مكانتهم جوه قلوبنا. رسالة النهاردة بتقولك: ما تراهنش أبدا على مكانتك جوه قلب حد. كل واحد له رصيد في القلوب، كلمة حلوة تزوده، مواقف تحافظ عليها، ومواقف تانية مؤلمة ممكن تنهيها للأبد. وفي الآخر اوعى تفتكر إنك مضمون جوه قلب حد أو إنك اشتريته للأبد. القلوب بيتها المواقف، وكل تصرف منك يا إما يقربك أكتر يا إما يطفي مكانك واحدة واحدة لحد ما تبقى مجرد ذكرى. انت الوحيد اللي يقدر يحافظ على مكانته أو يخسرها بإيده للأبد.